السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة محمد عصام صوصة. النهاردة أنا جاي أقول لكم الروشتة أو الحل لنادي الزمالك، الحل بتاع نادي الزمالك عشان يرجع تاني نادي الزمالك بتاع البطولات، ونادي الزمالك اللي هو ند بند مع الأهلي، واللي هو نادي الزمالك اللي يكسب أي حد. مرتضى منصور وعياله لازم يرحل، لازم يرحل من العزبة بتاعته دي بجد. لازم يا جدعان الجمعية العمومية تمشيه فورا. الزمالك داخل في حاجة يعني احنا مش عارفين اخرها ايه. الزمالك بقى بيتغلب محلي وبيتغلب افريقي وبيتغلب كل حاجة دلوقتي، يعني مش باين لها ملامح خالص للزمالك. الزمالك بيتغلب في وسط جمهوره وفي وسط ارضه من شباب بلوزداد. الزمالك بيتغلب من فاركو 3، الزمالك بيتغلب من الاهلي 3، الزمالك بيتغلب من المحله، الزمالك بيتغلب من اسوان. مرتضى منصور لازم يرحل، والله العظيم ده الحل الوحيد لنادي الزمالك. لازم الجمعيه العموميه تفوق وهي اللي تمشيه، هي اللي تقول له خلاص كفايه، شكرا على البطولات اللي انت جبتها، وشكرا على المنشآت اللي انت كل شويه تطلع تقول انا عملت منشآت وعملت صالات وعملت جيم وعملت بتاع. شكرا ليك، شكرا ليك. ما هو انت لازم طبيعي لازم تعمل، ما انت كرئيس نادي ومليارات بتخش لك والكلام دوت لازم تعمل. يعني المفروض ان انت تيجي رئيس نادي وما تعملش عشان يقول اللي ما عملش اهو. ما انت لازم تعمل شكرا على كل اللي قدمته لنادي الزمالك. الزمالك بيغرق دلوقتي. الناس لو بتفهم اللجنه الاولمبيه او وزاره الشباب والرياضه تشيل الراجل دوت وتجيب واحد شخصيه محترمه زي حازم امام، صغير في السن، راجل محترم، راجل لابق، راجل فاهم، لاعب كوره، وراجل محبوب ما بين الاهلي بيحبوه والزمالك بيحبه. يعني مش هنلاقي مشكله، وهنلاقي ساعتها ان في ود ما بين الاهلي والزمالك وفي زيارات، والكابتن حازم امام رايح يزور كابتن الخطيب، والكابتن الخطيب رايح يزور كابتن حازم امام، عشان محترم، عشان ما بيغلطش، عشان لسانه مش زفر، عشان مش صليت اللسان، علشان خاطر يعني مؤدب. حازم امام مؤدب. مش عايزين حازم امام، هاتوا حسين لبيب، ما هو خد معاكم برضو الدوري السنه اللي هو كان موجود فيها متعين. فيا جماعه الحل الوحيد لنادي الزمالك والله العظيم مرتضى واحمد وامير يمشوا خالص وتعزلوهم خالص، لان هي مش توريث. نادي الزمالك مش توريث، مش هيمشي مرتضى هوب بكره يبقى امير او احمد هو اللي قاعد على الكرسي. انسى يا عم مرتضى، اطلع بره بقى. كفايه اللي انت عملته، كفايه المليارات اللي بقت في رصيدكم، وكل شويه تقول الايه اصل الرصيد النادي محجوز عليه، رصيد النادي محجوز عليه. امال الفلوس اللي بتجيلك كاش بقى من ايجارات المحلات، من العضويات، الكلام ده كله سيبك من اللي محجوز عليه، محجوز عليه خلاص. لكن الموارد اللي داخله لك انا مش فاهم بصراحه. نادي الزمالك مستني ايه او ساكت ليه لحد دلوقتي؟ الجمعيه العموميه خايفه من ايه؟ مش معقول يكون هو ماسك على ال 50 80 الف عضو مثلا في نادي الزمالك، ماسك عليهم كلهم زله او ماسك عليهم سيديهات. يا جدعان خدوا موقف بجد. نادي الزمالك والله العظيم بيغرق وراح في حته، يعني انتوا هتعيطوا بعد كده. ده مش كوبايه الكره المصريه. نادي الزمالك بيتغلب من اي حد. نادي الزمالك دلوقتي بقى بيتغلب في الطايره وفي اليد وفي كل حاجه. فلكم الله يعني يا جمهور الزمالك، انا كراجل اهلاوي اقسم بالله ما عايز غير ان انتوا تبقوا يعني ترجعوا تاني كتباء الكره المصريه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتعمل لنا سبسكرايب وتفعل زر الجرس. شكرا.